وإني فقدت حاجة كبيرة عمرها ما هتتعوّض، وإني بقيت وحيدة للأبد. ما قدرتش أتخطى موت أمي أبدًا، وبقى عندي احتياج ما كانش موجود قبل كده، هو احتياجي إن يبقى ليّا عيلة، إني أتجوّز وأخلّف. استمرِّت الحياة من غير نِفْس، وكان اللي مصبّرني عليها الأطفال اللي كانوا بييجوا لي العيادة. ومرّة كنت في العيادة لقيت واحدة صاحبتي جاية ومعاها بنتها، وبعد ما كشفت على بنتها قعدنا ندردش شوية، وقالت لي: "وأنتِ يا ريم عاملة إيه في حياتِك؟ اتجوزتِ والّا لسه؟" قُلت لها: "والله لسه ما اتجوزتش، ده نصيب في الأول وفي الآخر." قالت لي: "عندِك حق." حسيت إنها زعلت عليَّ، وخدنا أرقام بعض وبقينا نتكلم ونخرج. وفي يوم كنا بنتكلم في التليفون وبندردش، قالت لي: "أنتِ عارفة يا ريم، أنتِ ممكن تكوني ما اتجوزتيش لحد دلوقتي عشان حد عامل لِك عمل." قُلت لها: "ده كلام خرافات، ما فيش حاجة اسمها كده، كل حاجة بإيد ربنا، وده نصيب في الأول وفي الآخر، وأنا مش زعلانة." قالت لي: "اسمعي بس، أنا عندي واحدة صاحبتي كانت بتعاني من نفس مشكلتِك بالضبط، وراحت لشيخ وطلعت واحدة قريبتها عاملة لها عمل، والشيخ فك لها العمل، وبعدها بفترة اتقدم لها عريس واتجوزت ومشكلتها اتحلت." رغم إن أنا هوّتها في الكلام وعدّيته، لكن جوايا كنت باقول ليه لأ، ممكن يكون في حد عامل لي عمل، أنا دكتورة شاطرة وناجحة، ممكن يكون في حد عامل لي عمل موقّفها لي. قعدت مع نفسي وفكّرت، وقُلت حتى لو ده صح، أنا مش هادخل الدايرة دي وأروح من شيف لشيف والكلام ده، أنا واحدة متعلّمة. وقررت إن أنا أتقرّب من ربنا أكتر، ودوّرت كتير وفكّرت المفروض أعمل إيه عشان حد يتقدّم لي ويكون كويس وأتجوّز. حسّنت علاقاتي بالأهل والقرايب وبقيت أزورهم دايمًا، وقلّلت وقت شغلي وعملت وقت لنَفْسي عشان ما يبقاش يومي كُلّه شغل، واشتركت في gym عشان ألعب رياضة واهتم بصحّتي، وهناك اتعرّفت على ناس جديدة، وفعلًا لقيت ناس كتير أوي كويسين وبقينا أعز صحاب. وما سِبتش مناسبة إلا وحضرتها، وبرضه ما حدّش بيتقدّم لي، كنت مقهورة أوي على نَفْسي وحزينة. مرّيت بفترة كُلّها اكتئاب، حتى شغلي اللي باحبه خدت منّه إجازة،